السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين يا أجمل وأغلى إخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة دايما يا رب العالمين. هنحضر النهاردة مع بعض الزبادي بالفراولة والزبادي السادة، وأقولك كمان لو عايزة تحطي مع الزبادي مربى هقولك هتعمليها ازاي بأجمل وأنجح طريقة، وإن شاء الله الطريقة دي هتعتمديها دايما في الزبادي. انا ما بغيرش الطريقه دي لانها بتديني القوام المظبوط والتماسك المظبوط، غير كده بتديني طعم مميز جدا جدا وموفره واحلى والذ من بتاعه بره، يعني ابدا مش هتشتريها. وان شاء الله هنعرف الخطوات مع بعض. هنقول بسم الله ونبدأ بأول حاجة. هنجيب اللبن، وأي حلة تقدري تستخدميها وتكون كبيرة شوية. هحط فيها 2 كيلو من اللبن. لو عندك لبن في الفريزر طبعا تقدري تعمليه، بس تخرجيه بره يفك الاول وبعد كده تغليه، مفيش اي مشكلة. انا حطيته هنا على النار، نار عالية عادي مفيش اي مشكلة. وبعد كده بدأت ان هي تغلي. خلي بالكوا علشان اللبن زي ما احنا عارفين في لحظة بيغلي على طول وما بنلحقش ان احنا نطفى عليه، فربنا يسترها يا رب. في الوقت ده ممكن ان انت تهدي النار بعد ما يبدأ يسخن شوية وخلاص غلي. فانا نزلته وسبته يهدى شويه، وبدات ان انا اشتغل الطبقه بتاعه القشطه دي، وهنقول دلوقتي هنعمل بيها ايه. لان اللبن اللي انا مستخدماه ده كامل الدسم، فما شاء الله عليه طبقه من القشطه. هبدا ان انا اخد اي علبه زبادي انتي بتستخدميها واي حاجه بتحبيها وتفضليها تقدري ان انتي تحطيها عادي مفيش مشكله. هنحط صباعنا كده على في قلب اللبن، تكون زي دمع العين كده، تكون لا سخنه قوي ولا بارده قوي. هبدأ ان انا اخد 3 كبشات كده، وابدأ ان انا اضربهم بالمضرب اليدوي عادي. عايزة تضربيهم بالخلاط مفيش اي مشكلة، تضربيهم بالمضرب اللي بالكهرباء طبعا اللي انت عايزة تعمليه تقدري تعمليه. كبة يدوية اي حاجة، هاند بلندر زي ما انت عايزة، بس انا هبسط الامور. فبالمضرب السلك كده هنضربهم كويس جدا. بس لو هنضربهم بالمضرب السلك نحاول ان احنا نصفي اللبن بعد كده علشان ما يكونش فيه اي تكتلات. فهنبدأ ان احنا كده ندوبهم كويس جدا، ونبدأ ان احنا نصفيهم علشان ما يكونش فيهم اي حاجة. طريقته سهلة وبسيطة وما بياخدش اي وقت خالص. هتقولي لي ايه الفايدة بتاعت علبة الزبادي بتاعت اللي حطيناها في الحليب؟ ان هي دي الخميرة وهي دي الاساس ان اللبن بتاعنا يتحول لزبادي. خلاص انا صفيته وخلصت خلاص اللبن اللي انا حطيته. انا اللبن بتاعي هنا انا قسمته لنصين، نص هعمله بالفراولة ونص هعمله سادة. فعلبة الزبادي تقدري تستخدميها للكيلو او للاتنين كيلو مفيش مشكلة. طب لو انت عندك زبادي عاملاه قبل كده تحطي منه قد ايه؟ مثلا تحطي معلقتين كبار من بتوع الاكل مفيش اي مشكلة. لو عايزة تضيفي له سكر طبعا مفيش اي مشكلة، تقدري ان انت تضيفي له سكر عادي مفيش اي مشكلة. انا بحبه سادة من غير اي سكر. والجزء التاني اللي انا قسمته هو ده. هتجيبي كريم شانتيه، هتجيبي ايس كريم بالفراولة، اي حاجة انتي بتحبيها وتفضليها تقدري ان انتي تستخدميها. انا هحط معلقتين من البودرة بتاعه الايس كريم كده، ولو حسيت ان لونه فاتح شوية مش غامق هتزود كمان شوية. لو انت عايزة تعمليه بالشوكولاتة طبعا بودرة شوكولاتة برضو مفيش اي مشكلة وهتعمليه. حطيت كمان معاهم معلقة من الزبادي الفراولة، تديها كمان لون حلو شوية. القشطة اللي انا خدتها المرة الاولى انا خدتها للسادة، لان الفراولة مش محتاجة قشطة خالص، فانا فضلت ان انا اخليها للفراولة للزبادي السادة. هقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يندمجوا خالص. وبرضو لازم هتضطري ان انت تصفيه علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات، انما لو انت ضربتيه في الخلاط او في الكبة مش هيبقى فيه اي تكتلات خالص، وما بياخدش منك اي وقت بعد الضرب. انا صفيته وتبارك الله بقى بالشكل ده ولونه حلو قوي. لو حسيتي ان لونه فاتح تقدري تزوديه برضو عادي مفيش اي مشكلة. انا مش مكبرة الكوبايات اللي انا هصب فيها، لان انا عايزة الكوباية اللي هاخدها على طول تتاكل ما يفضلش منها شوية، وهقول لكم ليه في الاخر. لو مش متوفر عندك لو مش عندك بودرة الايس كريم بالفراولة تقدري ان انت تستخدمي شربات مركز بطعم الفراولة.
او كريم شانتيه بطعم الفراولة. هبدأ ان انا احط في الكوبايات كلها. حطيت في كل الكوبايات وبدأت ان انا عايزة دلوقتي لتر من المية السخنة، ولا هي مية سخنة قوي ولا هي مية هادية قوي. انا عايزاه تقدري ان انت تحطي ايدك فيها عادي خالص فتظبطي السخونية بتاعتها. فبدأت ان انا اغطي تلت الكوباية من المية علشان نحضر الزبادي بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان انا مولعة دلوقتي الفرن لمدة 5 دقايق. فهبدأ ان انا احط المية بتاعتي. المية اهم حاجة تقدري ان انت تحطي ايدك فيها ما تبقاش بتغلي. الفقاعات اللي موجودة على وش الزبادي لازم اضيعها خالص علشان وش الزبادي يبقى املس تماما. فانا هفرغ كل الفقاعات بتاعة الهوا كده، وتعالوا بينا نشوف الخطوات اللي بعد كده. في الوقت ده حضرت الاستريتش راب. لو مش موجود عندك تقدري تحطي كيس او الفوطة بتاعتك، مفيش اي مشكلة. في الوقت ده الفرن بتاعي كان سخن وانا طفيت الفرن خلاص. هنعرف ازاي ان الفرن بتاعنا ساخن ولا احطه في الوقت ده ولا بارد؟ هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هتحطي ايدك على الفرن وتعدي لحد 10. لو ايدك متحمله السخونيه تقدري تحطي الصينيه. لو ايدك ما استحملتش لا ما تحطيش غير ما تهدى شويه. انا حطيتهم الساعه 10 بالليل والساعه 10 الصبح كده انا بدات اطلعه من الفرن. يعني حطيته ونمت وتاني يوم شلته من الفرن. ما تحاوليش طول ما هو في الفرن ان انت تهزي الفرن ولا تهزي الزبادي خالص. سيبيه يختم على راحته. وصدقوني المدة دي مش كتير علشان يتماسك على راحته، والجو كمان برد شوية. بيكون في الوقت ده متماسك قد ايه؟ اقولك من 70 ل80%. يعني ما ينفعش ان انت الوقت ده تحركيه ولا تقلبيه خالص. بيكون بسيط تحت من السائل ما ربطش جامد. فهنشيله من صينية المية خالص وهنبدأ ان احنا نحطه في الصينية تاني من غير مية. وانا خلاص قفلت عليه بالاستريتش راب وهحطه في التلاجة ساعتين 3 وهفتح عليه تاني. في الوقت ده خلاص انا كنت جبته وكان تبارك الله تماسك تماما. اقلبي طبعا الكوباية على وشها على ظهرها، دحرجيها كده تمام تماسك وبقى تبارك الله تحفة. لما تعمليه في البيت بيبقى احسن ما بتشتريه من بره وبيعمل عدد كبير جدا. لو صغرت الكوبايات او العلب اللي انت هتعمليها حاجة نظيفة وحلوة جدا ومتماسكة على الاخر، ما فيهاش ولا نقطة مية. حاجة كده ما شاء الله اوفر بكتير واجمل بكتير. وعارفة انت عملتي ايه في البيت. حابة تعملي طول شهر رمضان بتسيبي كوباية من الفراولة وكوباية من السادة وتخليها كأنها خميرة. مش هتشتري ابدا من بره للزبادي. عايزة اقول لكم تبارك الله طبقة القشطة بتاعتها تحفة وطعمها لو مش حابة تبارك القشطة الله ما بتاعته شاء وما الله بتحبيش جميل القشطة جدا. تقدري تستخدمي اللبن المعبى عادي مفيش اي مشكلة. الشكل بتاعها ما شاء الله. طبعا الكوباية لو احنا اكلنا نصها وسيبنا النص التاني طبعا هتنزل